برحب بكل متابعيني وحبايبي واخواتي في كل مكان. يا رب دايما تكونوا في احسن حال، يا رب دايما يا اخواتي كده تبقوا في عافيه يا رب. النهارده طبعا حلقه للتاريخ يا جماعه، حلقه ناريه يعني بص ما فيهاش فصال وما فيهاش بقى ان انت تطنشها ابدا بقى، عشان مع حبيبك واخوك يوسف عندنا بقى حلقه ناريه النهارده. هنبدا طبعا بمحمد شريف يا جماعه. خلاص رسميا محمد شريف يعلن عودته او اعلن عودته مع النادي الاهلي مع شوبير امبارح زي ما شفنا في الحلقه. وخلاص محمد شريف رسميا في النادي الاهلي لمده 5 سنين. خلاص عوده محمد شريف في ظل طبعا اسامه ابو علي بنسمع انه جاله عروض كبيره جدا. يعني اسامه يا جماعه عشان نكون واضحين مع بعض بالنسبه لاسامه ابو علي، لو قعد السنه دي او قعد الموسم الجاي عارف ان هو اللي هيبدا مش هيقعد بعد كده خلاص. اسامه ابو علي يا جماعه لعيب مهاجم تقيل، وعشان تحافظ عليه لازم تقرب له الارقام اللي بتجيله من بره. طبيعي مهاجم سوبر، مهاجم هداف الفريق، فهو اللي ماسك لك الحته اللي قدام. فاولاد بسم الله ما شاء الله بيشيل كويس، ضربات الجزاء نفس الكلام، فمهاجم عليه العين اكيد طبعا. فهو اسامه ابو علي قولا واحدا مش هيستمر مع النادي الاهلي، لو قعد السنه دي مش هيقعد السنه الجايه. فعشان كده الاهلي رجع محمد شريف خلاص، وعوده حميده لمحمد شريف. يمكن في ناس مش موافقه على محمد شريف وفي ناس بترحب بعوده محمد شريف، خصوصا ان محمد شريف اخر فتره مع النادي الاهلي، ومش كلام انا ده كلام مارسيل كولر المدير الفني السابق للنادي الاهلي. قال لك محمد شريف بيضيع جوان كتير قوي فطلب برحيله. ده بالنسبه لمحمد شريف يا جماعه. خلاص الراجل زي ما بقول لحضرتك رجع النادي الاهلي. في سياق تاني النادي الاهلي دخل في مفاوضات مع الظهير الايمن احمد هاني، الظهير ايمن كليوباترا، لعيب باك رايت كويس جدا يا جماعه. مش اللي هو السوبر بس هو ابدا اعجاب ريبيرو، والاهلي بيتفاوض معاه الفتره القادمه وعشان ينافس مع محمد هاني وعمر كمال عبد الواحد وكريم فؤاد. انا من وجهه نظري الاهلي ما يجيبش باك رايت. انت عندك كريم فؤاد لو رجع يلعب اساسي. كريم فؤاد قبل الاصابه مفيد جدا للنادي الاهلي، وكان بيلعب هاف رايت قبل اصابته بالرباط الصليبي ومفيد. فانت عندك هاني، عندك عمر كمال، عندك كريم فؤاد. احمد هاني مش هيفيد النادي الاهلي، ده رايي الشخصي. زي ما الاهلي خلاص زي ما سمعنا برضه بيخلص محمد شكري كمان. يعني زي ما بقول لحضراتكم الخطيب تدخل في موضوع اسامه ابو علي عشان يقعد، لكن انا بقول لكم الموضوع صعب. الراحلين نروح لنادي الزمالك بقى يا جماعه. الراحلين عن نادي الزمالك خلاص رسميا رحيل سيف الجزيري ومصطفى شلبي والزناري ومهاب ياسر وحسام اشرف ومحمد عاطف وايشو بقرار من حازم امام. خلاص انا كنت اتمنى كمان رحيل دونجا بالمره كمان، عشان خلاص طالما انت فضيت لازم بقى الزمالك بقى خلاص هيبدا